لو ما تعرفيش خليكي معايا في الفيديو ده وانا هعرف التحاليل المهمه لطفلك من سن سنه ل3 سنين. تنسيش تعملي لايك وشير في سبيل نشر المعلومه المفيده لكلهم. من اول سنه لحد 3 سنين في شويه تحاليل وفحوصات لازم نعملها عشان نتاكد من صحه ابننا وان هو في صحه جيده. اول تحليل وهو تحليل صوره الدم الكامله عشان نتاكد ان مفيش فقر دم او لو في مشاكل صحيه تانية نعرفها. تاني حاجه تحليل البول، ده بيكشف عن مشاكل في الكلى او المثانه لو ظهرت على طفلك اي مشاكل مش طبيعيه. كمان مهم انك تتابعي مستوى الفيتامين دي وخصوصا لو الطفل ما بيطلعش تحت الشمس بشكل كافي. ومهم جدا ما تنسيش ان انت تعملي فحص للغده الدرقيه لو كان في تاخر في النمو او في التطور العقلي، لان الغده الدرقيه دي المايسترو بتاعت الجسم كله. وكمان مهم جدا ان انت تعملي فحص للاسنان دوري عشان نتجنب اي تسوس، وخصوصا ان اولادنا دايما بيبقوا متعودين ياكلوا حلويات كتير. لو ظهر عليه اي مشاكل في السمع او في النظر برضو لازم نعمل فحوصات اللازمه. واهم حاجه ان انت دايما تتابعي مع طبيبك التطور الطبيعي والصحي للطفل وتعملي الفحوصات دي بانتظام. لو الفيديو عجبك اعملي لايك وشير عشان كل ام تستفيد. ولو عندك اي سؤال او اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه قولي في الكومنت.